مدينة كاملة اختفت بالكامل تحت مية اسكندرية. واسمع القصة. كانت من أهم المواني في مصر، بوابة التجارة مع العالم، لكن فجأة اختفت. طبعا انت بتسأل نفسك دلوقتي يا صديقي ازاي اختفت؟ وازاي اصلا اكتشفوها من تاني تحت المية؟ هيراكليون، المدينة المفقودة واللي الفراعنة سموها زمان ثونس. فرانك جوديو العالم الفرنسي اللي كان ورا السبب في اكتشافها، مع ان كان صعب يتصدق ان مدينة كاملة تختفي، بس قال لك نجرب، وعملوا ابحاثهم واستكشافاتهم، وده موضوع يطول شرحه. فجأة لقوا حاجة مستحيل تتصدق، آثار مدينة كاملة تحت المية. ولما الغواصين بدأوا يحفروا ويتعمقوا لقوا حاجات خرافية، تماثيل ضخمة لملوك الفراعنة، ومعابد كاملة، وعملات ذهب، وألواح حجرية مكتوب عليها باللغة الهيروغليفية. بقت واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية تحت المية للعالم فرانك جوديو. طب برضو إيه سبب غرقها؟ مجموعة من العوامل الطبيعية على مر السنين، زي الزلزالات والهزات الأرضية، التربة الطينية وضعف الأساسات، كمان ارتفاع منسوب البحر. من الآخر هيراكليون ما كانتش صغيرة، لكن الطبيعة يا صديقي. تفتكر قريب في مدن تانية ممكن نكتشفها؟ تفتكر اسكندرية معرضة لنفس الخطر؟ قولولي في التعليقات.